السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المتابعين الكرام، نبدأ لكم بالسلام وأقدم لكم هذا الكلام. سمعت في أحد بيوت الجيران صياح وبكاء ونواح، فأخرجت من بيتي مذعور وعلى الحال جاري مقهور، فرأيت جاري غاضب وملهوف ولسانه في فمه معطوف، فقلت له: السلام عليكم، كل مشكلة ولها حلول. فنظر إلي بغضب وأخذ الحجر واقترب وقال: بطل الفضول، أنتم جواركم قرب. ثم فصع عاصر الشنب وقال: من أراد أن تبكي عليه أمه اقترب. ثم انطلق عاطف اللسان حتى وصل إلى الدكان، فقام يسب الناس والنسوان وقال: أين ابني؟ أخبروني وإلا فأنتم أعدائي الآن. فقال له: هذا ابنك مختبئ تحت الميزان. فأخذ يجري ويسحبه، ثم رفعه إلى الشجرة وأراد أن يصلبه، وسمعت قعقعة العصي وهو يضربه، فسمعت صوت الابن يقول: أقسم لك بالله يا أبي، أقسم لك يا أبي بالله ما أرسل رسول، إني أطيعك على طول، اشهدوا علي يا رفاقي، إني لا أنقص القات من العلاقين. الرحمة يا أبي، الرحمة يا أبي، والله ما أتأخر عليك السيجارة ولا الشمة. تركه أبوه وقال: الآن عرفت كيف ربوه. هكذا حال أكثر الناس، لو ترك أبناءهم الصلاة لا يغضبون، ويقلبون الدنيا إذا أولادهم عن القات والشمة تأخرون. فإذا أنتم يا متابعين على هؤلاء الآباء تحكمون؟ إجابتكم عند التعليقات، والسلام عليكم.